نمشيو الكيك اخر، كيك ديال الشوكولات والمكسرات. هذا حتى هو تيجي زوين. غادي نحتاجو في المقادير 3 ديال البيضات، كاس ديال الزيت. دائما كنعبروا بكاس العنبه ولا الكاس اللي عبرتوا به، يعني اي كيك كتكملوا فيه. فقلنا كيكه ديال الشوكولات والمكسرات، 3 ديال البيضات، كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر سنيده، 2 خمارات ديال الحلوى، قبيصه ديال الملحه، 1 ياغورت بالنكهه ديال البنان، كاس ديال الماء دافي، 2 ساشيات ديال الفاني، دقيق على حسب الخليط، كاس ديال الكوك محمر، نص كاس ديال الزبيب، نص كاس من حبيبات الشوكولات، نص كاس ديال القرقاع مقطع طريفات، ونص كاس ديال التمر حتى هو مقطع طريفات صغيورين مقرد رقيق، شويه ديال القرفه. والقرفه يعني في الكيك كتعطي واحد الطعم مختلف للكيك. فهذا كيك ديال الشوكولات والمكسرات. غادي نحتاجو في المقادير باش نحضروا كيك ديال الشوكولات والمكسرات. غادي نحتاجو في المقادير 3 ديال البيضات، كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر سنيده، 2 خمارات ديال الحلوى، قبيصه ديال الملحه، 1 ياغورت بالنكهه البنان، كاس ديال الماء دافي، 2 ساشيات ديال الفاني، الدقيق على حسب الخليط يكون من النوع الجيد الخاص بالحلويات، كاس ديال الكوك محمر. وفي المكسرات غادي نحتاجو نص كاس ديال الزبيب، نص كاس ديال القرقاع مقرد رقيق، نص كاس ديال التمر حتى هو مقرد رقيق، شويه ديال القرفه، ونص كاس ديال الحبيبات ديال الشوكولات. وبالنسبه للطريقه ديال التحضير غادي نبداو، غادي ناخذوا اناء نديروا فيه 3 البيضات، نزيدوا عليه كاس ديال السكر سنيده، نطربوهم مزيان حتى يولي الخليط كريمي، ثم كنضيفوا باقي المكونات تدريجيا ديال الكيك، يعني بشكل عادي حتى كنحصلوا على خليط ديال الكيك يكون ثقيل. كنخويو هذا الخليط في المول مدهون بالزبده ومرشوش بالدقيق بشكل عادي. وفي الوجه كناخذوا القطع ديال التمر بعد ما قطعناهم طريفات صغيورين، كنديروهم من الفوق صافي، وكندخلوهم الفران يكون سخون. العافيه كتكون يعني خفيفه حتى كيتهني هاديه حتى كيطيب لينا وكيتحمر، وكنخرجوها كنخليوها حتى كتبرد، وكنحيدوها من المول، وكنزينوا يعني الكيك بخطوط ديال الكراميل اللي ممكن نعوضوها بالشوكولات. فبالنسبه للفران الكهربائي كنصيحه يكون فران سخون على درجه الحراره 150 من الفوق والتحت، وتكون يعني حتى يعني الفرفاره حتى هي خدامه، وكيجي واحد الكيك اللي هو ممتاز. الطريقه ديالو سهله، ورا ملي كنبقاو نزيدو دوك المكسرات راه كيتقل لينا. فملي كنخليو في اخر مرحله، وانتم عاوتاني لكم الاختيار، يعني ملي نخلطوا داك البيض مع السكر سنيده ومزيان، عاد كنزيدوا الزيت وكنزيدوا قبيصه د الملحه، وكنزيدوا كاس ديال الماء دافي وجوج ساشيات الفاني، وحنا كنطحنوا كنزيدوا كاس ديال الياغورت بالنكهه ديال البنان، وكنخلطوا هادشي كله مزيان. ديك الساعه كنخويو في واحد الاناء وكنضيفوا ليه داك نص كاس ديال الزبيب مع كاس ديال الكوك، كنزيدوا نص كاس القرقاع، كنزيدوا شويه من حبيبات الشوكولات، وكنخلطوا وشويه ديال القرفه وتنخلطوا مزيان. صافي تيكون عندنا الكيك اللي هو ثقيل. ملي كنديروا في مول مدهون ومرشوش بالدقيق على الوجه كنديروا طريفات ديال التمر، وديك الساعه ممكن نزيدوا حبيبات ديال الشوكولات من الفوق، وديك هكذا باش يكون باش المكسرات كيتوزعوا على الكيك كله، وفي الوجه كيبقى داك التمر مع داك حبيبات ديال الشوكولات. وكذلك اللي بغى انه يدير شويه دائما خلطوهم بالدقيق وغربلوهم المكسرات والحبيبات ديال الشوكولات. بغيتوا ديروهم مثلا كميه وزعوها على الكيك، وما تبقى خليو واحد الحفينه صغيره وديروها في الوجه ديال الكيك قبل ما ندخلوها الفران طيب وتحمر. وديك الساعه فاش كطيب وتحمر وكتبرد لينا كنزينوها يا اما بخطوط ديال الكراميل كتجي منظر زوين، يا اما بخطوط ديال الشوكولات، يا اما تخليوها كيف ما هي، يا اما تغطيوها بواحد الطبسيل يكون صغير وتخليو الجوانب تغبروا عليهم السكر كلاصي وترشوا بشويه ديال القرفه، كيجي يعني المنظر ديالها زوين، وكتجي كلها مكسرات من الداخل. وبصحه والراحه. حتى هي ممكن تقدموها فرديه في لي كاب كيك، اولا
تقدموها عائليه، الطريقه ديالها سهله.